61 سجل فالنتين أودو الهدف الأول لفريق حرس الحدود. ثم عادل في الدقيقة 52 عبدو يحيى علشان يكون بيبدأ الشوط الثاني لفريق المصري بشكل مختلف بعد أكيد توجيهات من الكابتن ميمي ما بين الشوطين. ثم استغل فريق حرس الحدود المساحات الكبيرة عن طريق هجمة مرتدة، قدر يكون بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق إيمانويل ديفيد. ثم عاد النادي المصري البورسعيدي عن طريق ركلة جزاء وكان بيسجلها في الدقيقة 90 إلياس الجراسي. وبوصولنا للإكسترا تايم وتحديدا في الدقيقة 113 قدر يكون بيسجل الهدف الثالث وهدف الفوز لفريق المصري البورسعيدي عن طريق هدف رائع. مع كل إعادة بنشوف كل نجوم الاستوديو التحليلي بيسقفوا لفرانك إيتوجا إن هو قدر يسجل هدف مميز جدا، ممكن يكون